تعالى انا احكي لك بالظبط ازاي انا كنت فاشل في التعليم ووصلت لمرحله ان انا الحمد لله بفضل ربنا. آه، والدي بقى فخور بيا. اوكي، دي حاجه انا بس بيها جامد جدا جدا جدا، عشان كده طلع اعملها لكم. بس انا عايز اقول لك على حاجه. هو والدي كده كده عمره في حد المفروض دي هو فاهمني، يعني اكيد يعني فاهمني. مفيش حد بيعمل كده اصلا، مفيش اهل اصلا. انت باباك لو ما قالكش روح جهنم اعرف ان انت ايه، هو كده راضي عنك يعني. تمام. بس مش ده اللي أنا جاي اكلمك فيه. انا احكي لك انا ازاي كنت واصل لمرحله ان انا كنت فاشل دراسيا وفي نفس الوقت ربنا كرمني يعني. تمام. عايز بس اوضح يعني نقطة بس، بوينت بس بسيطة جدا. ان انا مش جاي اتعالى او انا مش جاي اقول لك انا عملت وعملت، بالعكس انا جاي احكي لك اصلا قصص من الفشل. تمام. اصلا يعني في الفيديو ده فانت لو فاهم ان انا قصة نجاح. فانا مش قصة نجاح، انا قصة نجاح الحقيقية هي بابايا مش انا يعني. هو بابايا هم اهلي، مش انا مش قصة نجاح بالنسبة لي انا على الاقل، على الاقل. تمام. ركز معايا. انا بدايتي ان انا كده كده كنت فاشل اصلا تعليميا. انا في ثانويه عامه جايب 68%. انا حتى كنت واقع حتى في اعدادي. وكنت في لغات. اولى ثانوي جبت فيها مجموعه زي الزفت، دخلت علمي جبت مجموعه زفتين. دخلت ثانويه عامه جبت مجموعه ثلاث صفات يعني. فاهمني عامل ايه؟ طب يا جماعه مش عايز تظبط معايا خالص. مش كده، هم كانوا بيقولوا لي حتى بابايا كان عامل عليا افيه اخ. في كان في الجول، في كان في الجول. كان بيقول لي ان انا طالع الخامس. ما شاء الله يا مهند انت طالع من الخامس وبتاع. فبقول له بجد؟ طب والله انا ما اعرفش ازاي طالع خامس في سنه ثانيه ثانوي. قال لي طالع خامس وبتاع والف مبروك وبتاع. فقلت له ماشي كويس. قال لي بس خامس بس من ورا. اقسم بالله كان افيه في الجول عليها حرام من دراعي افيه. ده رزع في نافوخي لغايه دلوقتي. انا لسه فاكره دلوقتي في الفيديو يعني. فالمهم يعني. فانا كنت اصلا المرحله دي كنت خلاص، انا خلاص بقى يا جماعه خلاص بقيت معترف ان انا ما اعرفش اذاكر كيمياء، ما اعرفش اذاكر بيولوجي. انا بحب والله العظيم المواد دي بس انا مش عارف اذاكرها بجد يعني، او ممكن يكون في حد مش عارف يوصل لدماغي فوصل لي المعلومه دي. كنت مشترك مع اقوى مدرسين على فكره، مشترك مع ناصر البطل، رضا فاروق. مش الناس اللي خلاص ما كنتش مع في وسط القطيع وخلاص يعني فاهمني. انت بتاخد عن مين يا ابني كذا، فما واخد معاه. عمر الشربيني حتى. بس عمر الشربيني بصراحه فرق معايا في حاجات. في ناس تقول لي ان انا واخد منه الضحكه. اوكي ماشي خلاص. اهي يا جماعه. بس انا خلاص، بس انا فعلا لقطتها منه يعني بصراحه يعني. ف في حاجات تانية. فانا كنت ماشي مع القطيع. المهم بقى ان انا جبت في الاخر 68% في ثانويه عامه. فده كان مجموع فاشل فاشل فشل ذريع علم الرياضه. فاللي هو انا دفعه 23. دفعه 23. ده اللي الناس ما تعرفوش عني، بس انا دفعه 23. المهم ان أنا الفتره دي ما كانش في اصلا بيزنس اونلاين ظاهر. انا كنت بس جاست بعمل سبوبات. انا حاولت حتى من فتره، انا حاولت في 2000 وانا عندي 16 سنه يعني ان انا اشتغل حتى اونلاين او اشتغل فريلانسر وبتاع، وعامل حساب على منصه فريلانسرز تقريبا. هتلاقيه، ممكن تلاقيه موجود، معرفش بس انت ممكن تلاقيه موجود. الاكونت ده قديم قوي وما جبتش ولا شغلانه اصلا. انا ما جبتش ولا شغلانه، انا كنت بشتغل لله وللوطن فاهمني. حتى ساعتها كنت بعمل فيديوهات قديمه من حوالي 5 سنين. ما حدش كان يعني انا كنت برضه عايز ابقى بقى فتره ان انا عايز ابقى زي دايلر، ودايلر بيسافر، او محمد خالد والجماعه دول. فانا عايز ابقى زي الناس دي. فشلت في حاجه زي كده. بعد كده خلاص انا هقعد رجل على رجل بقى عشان خاطر انا احكي لكم سلسله الفشل. وبعد كده ايه تاني؟ فشلت في التعليم بعدها. فشلت في ان انا كان بتبص لي بصه مش كويسه بجد. انا كان بتبص لي بصه مش كويسه خالص. ان الواد ده خلاص يعني، انا اصلا خصوصا انا اكبر واحد، فانا خلاص يعني اول تجربه يعني فاهم. اول تجربه فشلت يعني. فبداوا بقى يبصوا بقى لاخواتي الصغيرين وبتاع، خلاص بقى مواد ضاع فاهمني. المهم يعني. ف انا فضلت بقى في نفس المرحله دي فتره كبيره قوي يعني، فتره كبيره قوي طول ما انا كنت دخلت في جامعه خاصه ودخلت هندسه. لان انا ما كانش عندي اوبشن. في ناس تيجي تقول لي انت ليه ما خدتش بيزنس؟ لا حبيبي، ما كانش في اصلا مسار للبيزنس اصلا يعني، ما كانش في اي امل. انا لغايه امتى؟ انا لغايه اولى جامعه ما فيش فلوس اصلا، انا شغال ببلاش فاهمني. يمكن بس في فلوس فكه قوي قوي قوي، لكن انا كفلوس فعليا لا. كفلوس فعليا ما كانش فيه. اشتغلت بس شويه حاجات لها علاقه ببرامج كنت بعملها للطلبه يعني، عشان خاطر يعدوا انا كنت شاطر في الكودينج يا جماعه فاهمني. فهم كانوا بيعملوا برامج وبتاع. فانا كنت بعمل لهم برامج دي وكنت باخد عليها فلوس. حاجه زي كده مش ليجل انا عارف. بس خلاص يعني ما فيش حاجه تمسك عليا فاهمني. هو خلاص دي حاجه فاتت وانا ما عملتش كده. انا ما عملتش كده فاهمني. فدي كانت اول مثلا فلوس. لا، اول فلوس كنت انا بعت كتب. انا اسف. اول فلوس عملتها كنت بعت كتب الثانويه العامه كلها بعد ما طلعوا ثلاثه ميتين اهلي. انا كنت انا الدليفري اصلا فاهمني. فبعت كتب الثانويه العامه مش عارف ايه. بعد كده بعت شويه كتب كانت حد بيبيعها في الشارع، قمت منزلها على ستوري يا جماعه عندي الكتاب ده اللي موجود على امازون 160 جنيه، انا ببيعه هنا ب 80 ب 100 جنيه، وعامله خصم 20% يعني 80 جنيه. كنت بكسب في الكتاب الواحد 60 جنيه حاجه زي كده يعني. تمام. فدي كانت البدايه. بعد كده فتحت
وكاله اونلاين، كنت شغال مع ناس كتير قوي وانا ما كنتش فاهم اي حاجه، ففشلت. وهي شغال في الدروب سيرفيسنج وفشلت. اشتغلت انا كنت بدي كورسات الهندسه، ده بقى اكتر حاجه كانت اورجنايزد واكتر حاجه كسبت فلوس، بس فشلت برضو. والى ما هنالك يعني. فلغايه ما جمعت شويه سكيلز حلوين جدا جدا جدا. السكيلز ممكن بس الوكاله هي اللي فعلا بدات تجيب فلوس شويه. والكورسات الماس بصراحه يعني الاتنين دول. وبرامج برضو ناخد ما اعرفش، بس يعني جابت كام فلوس كويسه يعني. انا ممكن اقول لك مثلا بالارقام، البرامج طلعت حوالي 4000 جنيه، حاجه زي كده، 3 4000 جنيه. ايه تاني؟ الكورسات الماس مش عارف 2000 جنيه، 2000 حاجه زي كده، فاهمني؟ ايه تاني؟ الوكاله طلعت منها برضه حوالي 3000 جنيه، حاجه زي يعني ارقام فكه، فاهمني؟ ارقام اللي هي ممكن تكون بالنسبه لك ده ارقام بدايات كويسه، بس انا كنت بتعلم تمام. لغايه بعد كده ما بدات الشانل بتاعتي على اليوتيوب، بقيت بساعد الناس اللي هي عندها سوشيال انكزايتي، اللي عندها رهاب اجتماعي، في ان انا بساعدهم بلا 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 مش عارف ايه، ناس بتخش معايا استشارات. وفي نفس الوقت كنت بدي كورس معين. فدي كانت البدايه بتاعتي. عملت اول بيعه ليا في 2000 السنه اللي فاتت، شهر 7 اللي فات، اول بيعه عملتها. اول بيعه عملتها، مش هقول الرقم كان بكام، بس كان اول بيعه كنت عملتها. بعد كده بدات ادخل بعد كده ساعتها كام الف مش عارف ايه بلا بلا بلا. لغايه ما انا جمعت خبره قويه جدا في البيزنس. وقعدت فتره بذاكر، قعدت فتره كنت بذاكر الفتره دي. الفتره دي كنت بذاكر فيها كويس، حاجات لها علاقه بالبيزنس سكيلز. كنت بذاكر حاجات لها علاقه بالسيلز، حاجات لها علاقه بالماركتنج، حاجات لها علاقه بالبراندنج، حاجات لها علاقه من الاخر كده ازاي امسك بيزنس معين واطور منه واكبره. تمام. فهي دي كانت القصه. المهم يعني، بعد كده عملت الكورس اللي له علاقه بالزيرو تو 1 بزنس ستيب باي ستيب. كنت عايز اعمل بقى كوميونتي كامله. ما كنتش فاهم بقى حته بقى النيش بقى والحاجات دي. فانا كنت عايز بقى ان انا ايه، اعمل بقى مجموعه من الكورسات زي حمزه احمد وبتاع. اعمل مثلا كورس له علاقه بالمذاكره، واعمل كورس له علاقه بكذا، كورس له علاقه بكذا، كورس له علاقه بالجيم، كورس له علاقه بكذا. مش الجيم اللي هو العضلات يعني، لا الجيم اللي انا كنت بتمرن رفع اثقال. فكنت ازود لك السنس بتاعتك، وصلت لحد 200 كيلو ديد ليفت. تمام. 200 كيلو ديد ليفت. وانا كان وزني كان 75 كيلو حاجه زي كده. فالمهم يعني، ففضلت مكمل في المسيره دي. لغايه ما حددت بعد كده النيش بتاعي. قلت لا انا بحب البيزنس اكتر، متخصص في البيزنس اكتر. في قصص مؤخرا، في ابديتس كتيره. صعب ان انا اقولها، صعب ان انا اذكرها غصب عني. انا ذكرت لكم كل حاجات فشل يا جماعه، فاهمني؟ حته تكسر الدنيا مش عارف إيه، ما بحبش اذكرها قوي يعني. حاجات لها علاقه بالشغل بتاعي، الفلوس، الحاجات دي. انا ما بحبش اذكرها قوي يعني. اي حاجه فيها فشل انا ممكن اقول لكم عليها. يعني الناس العكس، انا كده. اوكي. لا تسال الرجل عن ماله او عن اي شيء يخص اهل بيته. ده حاجه عارفينها كلنا كرجاله يعني. تمام. فالمهم يعني، انا حاليا عايز اقول لكم على حاجه. ممكن اقول لكم عليها هقول لكم عليها دلوقتي وخلاص. اللي عايز يجري يجري، ممكن يجري دقيقه. الديلرز يا جماعه بقت منتورشيب. تمام. الديلرز ما بقتش كوميونتي. ايه الديلرز دي؟ الديلرز دي مجموعه من الكورسات. اللي كانت كوميونتي، كانت مجموعه من الكورسات انت بتتفرج عليها، في نفس الوقت بقى في كوميونتي. الكوميونتي دي آه، انت بتخش بعد كده تسال اسئله، انا بنزل عليها حاجات، لو في ميتنجز بتخش بلا بلا بلا، اللي انتوا كده كده كنتوا عارفينها. تمام. الموضوع قلب اكتر، الموضوع بقى اكتر منتورنج. بقى حتى ما بقاش حتى على فكره في سعر، ما بقاش في سعر انت بتخش عليه، لا خالص. الموضوع بقى في بلان، في خطه بتتكتب لك. بيبقى انت بتشوف انت مستعد تستثمر كام في تعليمك في الحاجه دي، وصل انك انت الخطه اللي انت بتمشي عليها دي PDF انا اللي بكتبه لك على فكره. انا اللي بكتبه لك لان انا خلاص بقى عندي الشوق بقى. انا خلاص انا كنت ساعدت حوالي فوق ال 100 شخص في الديلرز تقريبا. فانا خلاص بقى عرفت كل انواع المشاكل بلا بلا بلا. لدرجه ان في مشاكل بقى بتحلها بعيني. انا بتكلم على السيرفيسز، انا بتكلم على الخدمات. الخدمات. لان كان في واحد كان مشترك معايا حاجات، عايز يعمل حاجات علاقه بالدروب شيبنج. كان مشترك معايا ب 5000 جنيه. انا جات له فلوس، ما عامل ايه طيب؟ ما عرفتش قد الوظيفه ذات نفسها. ممكن تبصوا على اللينك، ممكن اسيبه لكم في الفيديو او هسيبه لكم هنا. ليه علاقه بالقصه كامله، في قصه ال 5000 جنيه. خسرت 5000 جنيه بجد يعني. بس كسبت عميل مميز. خسرت 5000 جنيه بس كسبت عميل مميز. يا فرحتي بالالباظ. المهم يعني، فكنت لكم ايه، في بروجرام انت بتبقى ماشي عليه بالظبط، فاهمني؟ البروجرام ده بيبقى على حسب حاجات كتير قوي. هل انت اصلا معاك بيزنس اونلاين ولا لا؟ فلو انت معاك بيزنس اونلاين، فانت هتاخد مني انا منتورنج اكتر، يعني هتخش معايا ميتنج كودز اكتر. هتخش معايا مثلا، هيبقى في رود ماب انت ماشي عليها. في نفس الوقت انت بتعمل رقم كذا، انت عايز توصل لرقم كذا، فهمتني؟
فهتفق معاك بعد كده على بلان، بتبقى بلان 6 اسابيع. حلو الكلام، 6 اسابيع بحيث انك توصل للتارجت ده. وكده كده بيبقى في ضمان ان انت بعد 6 اسابيع ده اصلا لو انت ما وصلتش التارجت بتاعك ده، انا هكمل معاك من غير ما تجدد. فكده كده هتوصل للتارجت ده عاجلا ام اجلا معايا يعني. ونسبه اصلا انك توصل لبعد اصلا 6 اسابيع ده رقم نسبه قليله جدا جدا جدا. انت ممكن حتى تبص عندي في الانستجرام، هسيب لكم الانستجرام بتاع البيزنس بتاعي، ممكن تبصوا عليه. اوكي، فدي بقت حاجه. ولا انت لسه جديد؟ فلو انت لسه جديد هكتب لك برضو رود ماب انا اللي كاتبها لك. اوكي، كاتبها لك بنفسي لمده 12 اسبوع. هتتفرج على كورس كذا وبعد كده كذا وبعد كده تطبق الاسبوع الاول، الاسبوع الثاني، الاسبوع الثالث، الاسبوع الرابع لحد الاسبوع ال 12. انا اللي كاتب لك كل حاجه. في كورس معين بتتفرج عليه اسمه 0 to 1 بزنس ستيب باي ستيب. هو انا عارف انه بيتباع لوحده، بس انا بقول لك ان ده من ضمن البروجرامز ذات نفسه. تمام، بتتفرج عليه وبعد كده انا بيبقى بكتب لك ماب. الماب دي بتاخد مني بجد بجد يوم شغل يا جماعه. الناس مفكره الماب دي سهله. لا، انا ما اعرفش ظروفك برضه، انت بتحكي لي ظروفك وبتاع، هل انت شغال ولا لا، انت ايه روتين يومك، تحط كام ساعه، اشتغلت قبل كده ولا لا، هل انت عندك معلومات قبل كده ولا لا. فالحاجات دي كلها لازم احطها في الماب. المهم ان انا اكتب لك ماب معينه تمشي عليها لمده 12 اسبوع. زائد ان الكورسات ما بقتش بتجديد. يعني بعد الماب دي الكورسات ما بقتش بتتجدد. انا اي حد اشترك معايا في فتره من الفترات، على فكره الناس ممكن ما تعرفش حاجه زي كده، بس الناس اللي مشتركه معايا برقم معين خلاص. يعني انا كنت يعني اخر ناس اشتركت معايا 3 شهور، الناس دي اشتركت خلاص لايف تايم. الناس دي بقت لايف تايم، ما بقوش يجددوا اشتراك خلاص. انا اللي ما جددوش اشتراك، كورسات هتفضل معاهم، ميتنج كودز هتفضل معاهم لحد ما قدام خالص. فاهمني؟ يعني حتى لو انت فتره المنتورنج بتاعتك خلصت، هتخش الكورسات، هتخش الميتنجز القديمه والميتنجز الجديده وكل ده فور فري. اوكي، كل ده حاجات بونص انا ضايفها. فاهمني؟ غير الكوميونتي شات اللي انت بتسال عليها. فاهمني؟ غير الميتنج كل اللي انا بخشها معاك. فكل الحاجات دي بتساعدك انك لو انت عندك بيزنس موديل تطوره، او لو انت ما عندكش فانت لازم اكتب لك رود ماب فيها تطبيق وتعليم لمده 16 اسبوع، خصوصا لو انت كنت في ثانويه عامه وخلصت يعني. فاهمني؟ فهي ده اختصار. ممكن تسالني في الواتساب او ممكن تسالني في حته لو انت جاهز انك تشترك. تمام، ما تضيعش وقت كتير، لان انا والله العظيم انا بقالي 3 ايام يا جماعه ما بعملش حاجه غير ان انا بحصل فلوس. لا بهزر، بقالي 3 ايام ما بعملش اي حاجه غير ان انا بجد بجد برد على الناس. فاهمني؟ حاول ما تضيعش وقت كتير قوي غير لما تكون انت فعلا جاهز، لان انا مش هقنعك. فاهمني؟ انا عندي سيرفيس جود نوت جود، اوكي، نو بروبلم. نرجع بقى للموضوع ده. عايز اقول لكم على حاجه. الرقم اللي انا كنت نفسي احققه اخر، بص انا كنت حاطط تارجت معين. التارجت ده من الاخر كده انا عايز اقبض قد سينيور مهندس، قد مهندس سينيور بيقبضوا. والتارجت ده الحمد لله بفضل ربنا بفضل ربنا بفضل ربنا. قولوا ما شاء الله يعني. قولوا ما شاء الله بجد عشان انا حققته. انا لسه ما تمتش 21 سنه. التارجت ده كان المفروض يتحقق امتى؟ التارجت ده كان المفروض يتحقق كمان سنتين اصلا. يعني قبل ما انا متخرج كنت انا حاطط على الاقل خالص فلوس الجونيور. تمام، شوف سرش بقى، انت ممكن تشوف الجونيور بياخد كام. بياخد من حوالي من 7000 لحد 15000 جنيه تقريبا، حاجه زي كده. ده في شخص الجونيور يعني. السينيور من 15 لحد ممكن توصل ل 30 يعني. فانا كان نفسي طول حياتي ان انا اوصل للسينيور، بحيث ان انا للجونيور بس، حتى اللي هو مثلا قلنا ممكن نقول رينج 10000 جنيه عشان خاطر بس ما اشتغلتش مهندس. انا الحمد لله بفضل ربنا كسر الرقم ده، الحمد لله بفضل ربنا من بدري. يعني كسر ال 10000 جنيه دي الحمد لله بفضل ربنا كسرها اصلا من بدري بقى، من كام شهر كمان. فاهمني؟ ف هل انا جاي فليكس؟ اقسم بالله ابدا. انا بقول لك بس ان الشغل اونلاين، لو انت يا اسطى بتعمل لو انت عملت 5000 جنيه بجد بشغلك اونلاين، انا بقول لك امسكهم كده اديهم لابوك. اسمع اللي بقول لك عليه، هتفرق فشخ. اسمع انا ما اديتهمش لابويا بصراحه عشان ما كنتش كذاب. انا قلت لبابايا مثلا في اول 5000 جنيه على فكره عملتها اونلاين في الشهر، لان مش فكه الشهر عملت فيها 5000 جنيه، قعدت فيها 5400 بالظبط. رحت قلت لبابايا، قلت له يا بابا انا عملت كذا 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 كذا، انا عملت 5400 جنيه مش عارف. بعت له على الواتساب، حتى ما عرفتش حتى اوريها له فيس تو فيس، بعت له على الواتساب يعني. قال لي ما شاء الله ومش عارف ايه وبتاع. كل ميس جروف انا بعدي بيها بقول لبابايا. وعايز اقول لك على حاجه، انا حتى مش بقول لبابايا الرقم الحقيقي، مش بقول لبابايا الرقم الحقيقي، انا بقلل من الرقم ده اصلا بكتير. خلي بالك، بحيث ان انا لو حصل اي دروب يبقى خلاص. فاهمني؟ انا ما قايل للناس رقم، لان انا بخاف ان انا اقول للناس على حاجه كبيره ونفس ان انا تاني شهر مثلا في مشكله او في دروب وبتاع، فهتبقى مش حلوه خالص. فاهمني؟ وفي نفس الوقت يعني المهم يعني ايه رايك يا صاحبي في السماعه دي؟ عايز تجيب السماعه دي؟ هي كويسه فشخ بصراحه يعني هي جامده. اسمها ساوند كور سبيس 1. تمام،
فدي جامده جدا جدا يعني، انا عجبتني جدا بصراحه يعني. ده حتى فيها نويز كانسليشن وفيها نورمال وفيها ترانسفير حاجه زي كده، اللي هو يعني بتخلي الصوت يعني ممكن تسمع الناس اللي حواليك وفي نفس الوقت تسمع الحاجه اللي انت بتسمعها يعني. فجامده فشخ بصراحه يعني، يعني هي عجباني. اوكي. كنت عايز اشارككم في حاجه زي كده. اند وانا مش جبتها اصلا 100%، هي اصلا كانت بتاعت آه، بابايا، وبابايا اداها لي يعني. اوكي. بس يا سيدي، اوكي. لان انا كنت جايب معايا سماعه، انا اصلا كنت شاري سماعه كنت عايز اعملها ابجريد، فاديت السماعه دي لاخواتي بلا بلا بلا. واخدت انا السماعه دي بدلت عملت شفت مش عارف ايه. فبس يا صديقي، بس يا صديقي، ده كان كل اللي عندي في الفيديو ده. آه، الشغل اونلاين والله العظيم مفتوح، اسهل ما فيها خالص، اسهل ما فيها خالص. شوف حد يا اسطى معاه المهاره ذات نفسها، السكيل، وروج لشغله وخد سبوبه في النص. اسمع انا بقول لك عليه، اعمل الموضوع ده. عايز تتعلم مهاره الاول وبعد كده تبدا تروج لها، اوكي مفيش اي مشكله. بس انا شايف انك كده كده لو انت اصلا مش متعلم مهاره، فانا شايف انك ما اعرفش، في ناس تقول ان الكلام ده غلط يعني، في ناس بتيجي تقول لك لا انت لازم تتعلم مهاره الاول بتاع عشان ده مش شغلانه اساسيه، دي سبوبه. انا مش شايف كده خالص، انا شايف ان الموضوع ممكن يكبر بجد لوكاله. ف مع احترامي لاي حد قال الكلام عكس كده، انتوا ممكن تكونوا عارفين مين قال عكس كده، بس انا بقول لكم من وجهه نظري الشخصيه يعني متواضعه، لان انا ساعدت ناس كتير زي ما انا بقول لكم، انا ساعدت فوق 100 واحد يعني، فانا عارف انا بتكلم في ايه. تمام. في ناس حققت ارقام كويسه قوي من الحوار ده، في ناس لما كبرت الوكاله عدت ال 50000 جنيه في الشهر. انا قد الرقم ده، فوق ال 50000 جنيه في الشهر. اوكي. وناس كانت معايا. اوكي. ومش واحد، يلا مش هقول مش بنت يعني، مش واحد يعني، مش شخص، مش نفر، فاهمني. بس يا صديقي لو انت حابب تخش معايا منتورنج، بس لو انت كده كده معاك مهاره، عرفني كل التفاصيل بتاعتك وعرفني انت مستعد تدفع لحد كام. او انت ممكن تملى اللينك في الديسكربشن. لو انت ما معكش مهاره، يعني انت على الابيض، ابعت لي على الواتساب. اوكي. لو انت معاك بروجرام وانت عايز تكبره، يعني اقل حاجه، اقل ما فيها، اقل واجب يعني 7000 جنيه، يعني اقل واجب خالص يا عم 5000 جنيه. حلو الكلام. وعايز تكبره بعد كده، املى الديلرز اللينك بتاعها. لكن لو انت على الابيض ما تملاش اللينك، ابعت لي على الواتساب، هسيبه لك برضه في الديسكربشن.